الثانوية العامة هي تقريبا أفضل نظام لحد دلوقتي اتعمل على تاريخ البشرية كلها. تقول لي بقى النظام السوفيتي، ولا تقول لي نظام الرأسمالية، ولا مش عارف ايه، ولا لا لا لا، هي الثانوية العامة تتميز بأنها أفضل نظام عرفته البشرية كلها، وأظن ده بقى ايه واضح على كل الأجيال اللي بنشوفها. شفنا من الثانوية العامة دكاترة، شفنا ضباط، شفنا مهندسين، شفنا طيارين، شفنا كل حاجة. وأحلى حاجة فيها إن أي حد بيحلم إنه يكون حاجة بيوصل لها بكل سهولة. بس الغريب بقى هو الجيل بتاعكم انتوا. انا مش فاهمكم بصراحه، يعني انا واحد لسه متخرج السنه اللي فاتت من الثانويه العامه، ومستغربكم انتوا بصراحه. الجيل الجديد ده حاسس انا بقول الجيل الجديد كده ان انا عندي 100 سنه ولا حاجه. المهم عشان ما نطولش عليكم، كل اللي هنعمله النهارده هنلقي نظره صغيره على الاجيال القديمه بتاعت الثانويه العامه، وهنشوف الجيل بتاعكم ايه المختلف فيه عشان تفهموا اللي انا بكلمكم فيه. بس يلا بينا اوريكم رحله صغيره خالص عن الجيل بتاعي. قبل ما نبدا بس، يعني احنا لو بصينا على الثانويه العامه 2023 2022 21، كل ما نرجع لورا هتلاقي عناوين الفيديوهات كلها اصعب مش عارف ايه، انهيار طلاب مش عارف ايه، بكاء ومش عارف ايه، انتحار 10 طلاب مش عارف في المنطقه الفلانيه. لو جيت تبص بقى على امتحان 2024 تلاقي تقول لك بنت راحه الامتحان بتيشيرت الزمالك، وتطلع من الامتحان تقول لك يا رب الزمالك تكسب. ايه ده؟ ففي فرق كبير فشخ ما بين الاجيال اللي فاتت والجيل ده. فتعالوا اوريكم المأساة اللي كانوا بيشوفها جيل 23 و 22 والاجيال القديمة. كان صعب قوي. الامتحان كان صعب قوي. انا عايز بدخل ليه عايزاه الوقت قليل قوي بجد. الامتحان والقطعه كانت كبيره جدا، ما كانش بالسهولة اللي انت متخيلها. الامتحان وحش. انا قابلتك الصبح قلت لك ايه يا حاجة، ايه يا حاجة، في ايه؟ طلع النبي يا حاجة، مش كده. ده مش امتحان ثانويه عامه، ده مش امتحان ثانويه عامه عشان ثانويه عامه، ده انا السنين بتاعتي اتبخرنا في امتحان زي ده. ليه عملوا فيا كده ليه؟ الامتحان زباله. المهم لو فضلت ابحث لكم كتير عن 2023 و24 و22 هتلاقي اراء الطلاب كده. هي اللي هي الطلاب طلعت تتشحت تموت نفسها قدام الكاميرا في احداث خارقه، وناس بتموت وناس بتنتحر وناس بتقطع في شرايينها على ايامنا. تعال نشوف بقى الجيل الجديد، الجيل بتاعك وانت ده يا صغير يالا يا طفل انت هو، ما نشوفكم عاملين ازاي يا صغيرين، يا شويه اطفال، يا شويه عيال صغيره. تعال نشوف. طب يا جماعه لسه مروحه من امتحان العربي، فتعالى اقول لكم عملت ايه. لسه مروحه من امتحان العربي يعني؟ انت روحي ذاكري يا ماما، روحي ذاكري، ما تقعدش تصوري. انا خلاص خلصت، انا فاضي، انا اصور لكم، انا اعمل كل حاجه. انت مش فاضيه. لا النصوص بلاغه ادب كان جاي زي السنين اللي فاتت، مفيش اي ما تقوليش زي السنين اللي فاتت، احنا في حته تانية. احنا كنا بنحارب، انتوا الحياه على ايامكم كانت سهله. شويه معاني، ممكن كام سؤال بس اللي بيتفكر فيهم، لكن مفيش تمام كلام، قوي. مفيش تفكير. كانت بدايه الامتحان ما كويسه جدا، بفكرش انا. والتعبير جا. انا مش عارفه اتاثر بصراحه، يعني ادائك مش زي اداء السنين اللي فاتت. السنين اللي فاتت كان تلاقي واحده بتصوره، تلاقي واحد بينط كده بدماغه ينتحر. انا عايز ما ينفعش اتكلم على حد كده. تريكات وكده. بصوا بصراحه انا ما لحقتش ان انا اعيد اسئله النحو لان ما كانش معايا وقت اصلا. اصل هو الامتحان عباره عن 3 ساعات، وانت قول عندك 100 سؤال في الامتحان، 100 بحالهم. لو هتحل كل سؤال في 10 دقايق، 1000 دقيقه، صح كده؟ 1000 دقيقه على 60، فانت هتحتاج 16 ساعه. ما تاخدش مني نصايح بقى خالص بقى، ما تكملش الفيديو اقفل على كده، تشكر خالص. بتعيطي ليه يا كتير ماما؟ جدا بتعيطي؟ لا مفيش الكلام ده. مفيش امتحان كتير وقت قليل، انا لسه حاسبها دلوقتي جايب 100 سؤال. ولادينا يلا حتى مش باقي ساعات. لا انا اسف. فيديو من 1 year ago كان فعلا الامتحان صعب جدا وكان كتير والوقت قليل. احنا كنا بنعاني والله، ما كانش حاسس بينا حد حاسس بينا خالص. كنا بنموت وبنقطع في شراييننا محدش بيحس بينا. احنا اللي حررناكم، احنا اللي عملنا الثانويه العامه دي، احنا اللي بنيناها من تحت كده وطلعنا فوق وعملنا كل حاجه. احنا اللي عملنا الاساس، احنا اللي حاطين اجسادنا كده عشان نعمل لكم كسور تعدي من فوقنا وتروحوا كان كويس بس كان محتاج. لا ما فيش كان كويس وبس، يعني هي كان كويس خلاص، يعني هو كان كويس، انما كان كويس وبس دي لا، كده انت بتستعبط. هو يا كويس يا مش كويس. ده كان عامل ايه معاك يا عمر؟ كان تقيل شويه يعني، بخاف كتير مش زي كل مره يعني. مش زي ايه اللي مش زي كل مره يا عمر؟ انت من دفعتي ولا ايه؟ انا مش عارف انا بعمل ايه، بس انا يعني تقريبا ببلع وقت الفيديو يعني. ونرجع تاني نشوف اراء الطلاب في امتحان
الثانوية العامة، ويلا بينا نعمل لكم تغطية حدث تاريخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد. فهيا بنا نعمل تغطية سريعة على امتحان الثانوية العامة 2024 2025، ونشوف آراء الطلاب في الامتحان. هل الامتحان كان سهل؟ وهل الامتحانات اللي فاتت كان سهل؟ ولا هل ده كان أول امتحان؟ وإيه هو جدول الامتحان أصلا؟ وليه الطلاب بتمتحن؟ وليه الدنيا دي كلها بتحصل؟ وليه كيف بدأ الخلق؟ أنا عرفت. الراجل ده وحشني والله يا احمد ابراهيم، بحبك والله يا احمد ابراهيم. كنت بشوف التغطيات بتاعتك عن السنين اللي فاتت، كنت متفائل والله العظيم، كنت متفائل لحد ما شفتك يا احمد ابراهيم. بس انت وشك سمح سبحان الله. بس الحمد لله احمد ابراهيم، يعني لما شفتك وشفت الفيديوهات بتاعتك ايامها ادتني دفعه ان انا رايح في الجحيم. والله يا احمد ابراهيم حبيبي يا احمد ابراهيم، بحبك. ايوه حقد عملتها ايه؟ بيقول لك يتلظى عليه، يتلظظ عليه، اي غضب منه وحقد عليه. يتلظ فهو ملظظ. مضحك انت كده يالا ولا يالا؟ تصدق والله منطقية اكتر، يتلظظ فعلا بيطلع له لظاظيز. هو انت لو كنت بتذاكري وما نجحتيش وبتتفرجي على محمد صلاح، فده اكيد كنت بتتفرجي على فخر العرب. وانت بتتفرجي على محمد صلاح هتروحي تحل امتحان عربي ازاي؟ حل في الادب والقراءه والكلام ده. يا برو يعني انت ما بداتش يا لا بدات بالنحو بس لقيتني فوت سؤال في الثاني في الثالث. فوت سؤال في الثاني في الثالث وقال وات از ذا فاكينج شيت مان، وات از ذا فاكينج ذا بولشيت. امتحان حبايب قلبي، النهارده كان اول يوم امتحان ثالثه ثانوي عام. سوزي في ثانويه عامه. ايه ده؟ ازاي سوزي في ثانويه عامه؟ مش مشكله، المهم سوزي في ثانويه عامه. بس اول حاجه كده بالصلاه على النبي، اول واحده اي ما حد يشوفني سوزي قدام المدرسه وانت معانا في المدرسه، لا ما انا مش جاي اقف قدام. بالظبط والله، ده لسه قايله. انت ازاي في ثانويه عامه يا سوزي؟ هو انت علم علوم ولا علم رياضه؟ علم علوم. قلت لواحده علم علوم. والله نفس الرياكشن بتاعي بالظبط. انت ازاي علم علوم يا سوزي؟ اول حاجه لقيت لكم ظباط لابسين ابيض، انا بدات احس ان انا داخله افجر المدرسه وهم يقتلوني. يا سوزي الظباط مش جايين عشانك انت يا سوزي. لقيت مدرسه بكتب واحده كده بقى، وده التفتيش. ده كده نازله لك ده معاهم بتاعها كده بتصفر. هي دي بتصفر من غير سبب، لو انت معكيش حاجه هتصفر. هتلاقي البتاع بتصفر عند كله، جت عند سوزي وراح جاي شخرلها بس. يا سوزي ده ممكن يحصل مع اي حد عادي. انا عايز اعرف يعني انت عملت ايه في امتحان النحو؟ جه صعب ولا جه سهل؟ النموذج انا نموذج ب، واللي قدامي د، واللي بعدها ج، ومش عارفه ايه الف. كده شايفين ان انا كده مش هعرف اغش. الله، فكرين كده تتذاكوا على سوزي ولا ايه؟ لا سوزي تغش من اي حد. لا عملت نموذج د سوزي هتغش. لا بقى المراقبه بتقول لها وانت كده يعني عرفت تغش؟ راح جاي لا تروح جاي نشوح الشارع اللي وراه. حاطين لنا كاميرات اقسم بالله ما شغاله، لو حلفولي على الميه تجمد. الكاميرات مش شغاله. انت لو اترشمت علشان سوزي هترشمك على طول، تقول لها الكاميرا شغاله. لا مش شغاله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رجعنا لكم تاني بعد ما شفنا المراجعه واكتشفنا حاجه خطيره جدا، ان الامتحان سبحان الله كان كله في مستوى الطالب المتوسط، ولكن النحو كان صعب، وده الوضع الطبيعي جدا. ولكن الطلاب كان ليهم رأي مختلف، وزي ما شفنا رأي الطلاب في الامتحانات فواضح ان الامتحان كان في مستوى الطالب. انا بكرر الكلام تاني ولا؟ واظن هذا يكفي لليوم، واتمنى كل ده كان كفايه النهارده. اتمنى الفيديو كان شيق وممتع ومثمر، وتغطيه للحدث عملاقه وكبيره. استنونا في تغطيات تانية، استنونا في فيديوهات تانية كل يوم. فانت اعمل اشتراك عشان ايه نستمر في نشر تلك الفيديوهات وعمل المزيد والمزيد من المقاطع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.